السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنحاول أن نقدم لكم بعض الوضعيات الخاصة بمباراة الملحقين التربويين تخصص الدعم التربوي. كما تعلمون هذه أهم المحاور الخاصة بهذا الموضوع. الموضوع الأول: الإطار المنظم لمهام الملحقين التربويين يتضمن اختصاصات وأدوار مؤسسة التربية والتعليم العمومي، وأيضا مهام واختصاصات الملحقين التربويين. الموضوع الثاني: التدبير الإداري لمؤسسة التربية والتعليم العمومي، ويتضمن التنظيم الإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، مبادئ التوثيق والأرشفة بمؤسسة التربية والتعليم العمومي، قواعد التدبير الإداري والتدبير بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الموضوع الثالث حول التدبير التربوي لمؤسسة التربية والتعليم العمومي، ويتضمن التنظيم التربوي لمؤسسة التربية والتعليم العمومي، الدعم والمساعدة التربوية بمؤسسة التربية والتعليم العمومي، جوانب المسؤولية بمؤسسة التربية والتعليم العمومي، ثم معالم وأدوار الحياة المدرسية. إذن سنشارك معكم أهم الوضعيات التي يمكن أن يصادفها المترشح لمباراة الملحقين التربويين. تقول الوضعية: أثناء مزاولتك لمهامك في المؤسسة شاهدت بعض المتعلمين يتعاطون المخدرات ويقومون بتكسير وتخريب مرافق المؤسسة. أنت كملحق تربوي كيف ستتعامل مع الوضع؟ أول شيء يجب إخبار الحراسة ونستدعي الملحق الاجتماعي، لأن هذا الوضع من مهامه الأولى لمعرفة النازل بالتفصيل، ثم كتابة تقرير بخصوص هذا الأمر، أي تعاطي المخدرات، والقيام بتكسير وتخريب مرافق المؤسسة وعرضه على مجلس الأقسام باعتباره هيئة تأديبية. وفي هذا الصدد يجب استدعاء ولي الأمر لأنه يلعب دورا مهما في هذه المسألة. وفي هذا الموضوع يتعين محاولة الإنصات والتحاور مع المتعلمين الذين قاموا بهذا السلوك، ومحاولة إيجاد حلول علاجية تنقص من هذا الوضع من خلال إعداد برامج ترفيهية وتثقيفية. كيف يمكن أن ننزل النظام الداخلي للمؤسسة على أرض الواقع وتجعل المتعلمين ينفذونه عن طواعية وبرضا تام؟ يمكن من خلال وضع ملصقات تحسيسية بضرورة المحافظة على ممتلكات المؤسسة وعدم إتلافها، تحديد الأوقات المحددة لفتح باب المؤسسة وغلقه، أنشطة تحسيسية للحد من التدخين وتعاطي المخدرات. أثناء مزاولتك لمهامك جاء عندك ولي أمر التلميذ يسأل عن كيفية الاستفادة من البرنامج الاجتماعي تيسير وما توجيهك. يجب عليه أن يعد ملف التسجيل الذي يتكون من شهادة السكنى وبطاقة الرميد وصورتان لولي الأمر وعقود ازدياد الابن، ووضع الملف في المؤسسة التعليمية التي يدرس بها الابن إلى أجل أن تتم دراسة الملفات وتحديد المستفيدين الذين يتحتم عليهم فتح حساب بنكي من أجل تلقي الدعم بواسطته. صادفت في مؤسسة تعليمية التي عاينت فيها ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف التلاميذ. كملحق تربوي كلفك مدير المؤسسة الاقتراح تصور تعرض فيه مختلف التدابير والتدخلات التربوية التي يفترض القيام بها للحد من هذه الظاهرة. العمليات المبرمجة: تنظيم مقابلات مباشرة مع المتعلمين لتشخيص وضعيتهم الاجتماعية والنفسية والتربوية بتنسيق مع باقي الأطر. ربط جسر التواصل مع أولياء أمورهم. ربط شراكة مع جمعيات ذات صلة لمحاربة التدخين والإقلاع عنه بمواكبة طبية. تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية بخطورة المخدرات. إبراز دور الحياة المدرسية ممثلة في الأندية التربوية ومجالس المؤسسة وخلايا اليقظة وخلايا الاستماع والوساطة. حث الإدارة على تفعيل المساطي الإدارية والقانونية الخاصة بمحاربة الظاهرة. تفعيل النظام الداخلي. عقد مجالس تأديبية. قيام بدوريات بمحيط المؤسسة. الأهداف المتوخاة: التصدي لتفشي الإدمان على المخدرات بتكريس مبدأ الوعي لدى التلاميذ. مساعدة المتعلمين على تجاوز هذه الآفة.
إدماجهم للانخراط في الحياة المدرسية، التربية على القيم والمواطنة والسلوك، وجعلهم يحسون بالانتماء للمؤسسات التعليمية. من بين النتائج المنتظرة: إقلاع المتعلمين عن التدخين، مواصلتهم التمدرس واندماجهم للانخراط في الحياة المدرسية، تنمية السلوك المدني بالمؤسسة، تحسن مستوى التحصيل لهؤلاء التلاميذ من خلال الدعم والمواكبة. بعض الإكراهات والصعوبات: صعوبات الإقلاع عن التدخين، عدم جدية المتعلمين في تجاوز هذه الظاهرة المشينة، غياب دور الأسرة في تتبع أبنائهم، غياب بنية وظيفية مؤهلة.